السلام عليكم البنات، مرحبا بكم. ان شاء الله كامل تكونوا بخير. مرحبا بكم في فيديو جديد. جيت اليوم ندير معكم واحد الوصفه بزاف سهله مع هذه السخانه. هذا واش يوالم عجينه واحده وانتي طيبتي ودرتي احلى سندويشات. نروحوا لمقادير الوصفه. بسم الله. اول حاجه واش عندي؟ عندي المكونات. عندي ماء، وعندي نص كاس زيت، حبه بيض، عندي مغرف خميره الخبز ومغرف سكر. نخلطوهم مع ديك الماء يكون دافي ونحطوهم بجيه، ونجيبوا الفرينه تاعنا كيما قلت نخلطوهم مليح باش يعني يخمر لي بالخف. نحط في لا ريسيبيون تاعي في 2 كيلات فرينه، كل واحد يدير حسب افراد العائله تاعو. درت لهنايا انا 2 كيلات تاع فرينه. نجيب الخميره بعد ما تفاعلت لي، ندير هكا ثقبه في الوسط، نفرغ الخميره هذيك، نضيف عليها الزيت، البيض، يعني المكونات كامل نديروهم في المرحله الاولى. نخلطوا العجينه، يعني العجينه هذه سهله وما تديش وقت. هاي ليك درت البيضه، نزيد الزيت، الملح، هاي سخانه. وماذا بينا نديروا حاجه سهله يعني تاع طيب بالخف، ما نبقاوش نخلطوا صراحه. هذه وصفه بزاف سهله، ننصحكم تجربوها. هاي ليك انا ضفت الملح، ومن بعد نجيب ماء يكون دافي ونبقى نضيف فيه تدريجيا حتى نتحصل على العجينه تكون طريه، ونحطها يعني تخمر بجيه، ومن بعد نكمل الوصفه مع بعض. هاي لك بلا ما ندلكوها ما والو، شغل غير هكا بشويه شويه شويه، ونحطوها نغطوها ونخلوها تخمر. نروحوا للحشو. واش درت؟ عندي صدر الدجاج، عندي حبه طوماطيش مسكرفتين، حبات بصل مسكرفتين، حبه فلفل مسكرفتين. حطيت البصل والفلفل هما الوالا بعد ما كنت سخنت المقله وفيها شويه تاع الزيت. نبقى نخلط فيهم كي نحس البصل تاعي بدا يذبل، نضيف له هذاك الزر تاع الدجاج. تقدروا لهنايا ديروا لا فيونداشي، يعني الحشو يبقى اختياري وتحبوا تحشو كيما تحبوا نتوما. نضيف الملح، نضيف هذا التابل خاص بالشواء. عندي شويه راس الحانوت، شويه زنجبيل، وشويه من كاري دجاج. نخلط المكونات مليح، يعني النار هنا راهي ناقصه. كي تشوفوا الدجاج هذاك بدا يدخل فيه طياب، نجيبوا لهنايا الطماطم نضيفوها. هاي ليك لهنا كيما سبقت وقلت لكم المكونات يعني تاع الحشو ديروا واش تحبوا. نجيو العجينه. هاي ليك بعد ما خمرت لي ما نعاودش نخسر لها الخمر، نجي يعني مباشره ندير الفرينه ونحلها على شكل يعني مربع. نجيب لهنا الحشو نحطه على شكل مستطيل. هاي كما تشوفوا انا كي غلقتها كانوا باقيين لي يعني الطراف هذوك ما حبيتش نرميهم، درتهم خبيزات على شكل برجر. ولادي يحبوا البرجر بزاف، يعني كي سويت المربع جاتني هكا شويه الطراف تاعهم معوجين نحيتهم ودرتهم يعني دوائر وطيبتهم. دوك تشوفوا الحشو اللي انا درت جبن مبشور، درت جبن طري، درت بطاطا مقليه. يعني واش عندكم تقدروا ديروا، الحشو يبقى اختياري. نجي لهنايا نقطعو على شكل مثلثات ولا مربعات ولا يعني كيما تحبوا نتوما، ولا تحبوا تطيبوها هكذاك يعني يعني بلا ما تقطعوها شغل خبزه واحده كيما تحبوا ديروا، لكم الاختيار. المهم البنه في هذا الساندويتش دكتور الله يبارك، يعني حشو بسيط، عجينه بسيطه وانت عشيتي ولادك. لهنايا جبت حبه بيض، اخفقتها ودرتها من الفوق. نكونوا شاعلين الفرن ديجا، ندخلوها طيب. وهاي ليك النتيجه بعد ما طابت لي، جات ما شاء الله بنينه وشكل تاعها بزاف شباب. يعني كل واحد يدي ساندويتش تاعو بلا ما نبقاو كل يعني نتعبوا في روحتنا مع هذه السخانه.
ان شاء الله لا فيديو تاعي تاع نهار اليوم يكون نال اعجابكم. طبعا اللي عجبته الوصفه يخلي لي جيم ولا يدير لي كومنتير، ونتلاقاو ان شاء الله في فيديو اخر مع وصفه اخرى. مع السلامه.